هو المدينة الفاضلة. حضرات السادة، نذكر دائما كلما اجتمعنا حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أعتقد شخصيا على أننا لم نركب الطريق السوي لحل المشكل الفلسطيني. ذلك أن كل منا يغني على ليلاه، وكل منا يعتقد أن الفلسطينيين هم من الأيتام، وله هو الحضانة عليهم، وله هو أن يقرر لهم، وله هو أن يخطط لهم. فأحسن عمل يمكننا أن نقدمه للشعب الفلسطيني هو أن نتفق على مينيموم، على حد أدنى. إذا نحن ضمننا لهم هذا الحد الأدنى وأحسوا أنهم أينما طرقوا الباب وطرقوا الباب الصالحة ستفتح لهم الباب وسيجدون الجواب، سنكون إداك قد قدمنا للشعب الفلسطيني أقدس الخدمات. الشعب الفلسطيني قادر على أن يسير نفسه بنفسه، فمنهم المهندسين، ومنهم الدكاترة، ومنهم الأطباء، وربما في المستوى العالمي من ناحية الثقافية اليونسكو تعطينا الأرقام أنهم ضاربون الرقم القياسي من ناحية التعليم والتثقيف العالي. فهم ليسوا في حاجة إلى مربية، وليسوا في حاجة إلى مدرب، هم في حاجة إلى معونة لا تكون متضاربة. يجدون هنا القول الأبيض فيجدون هنا القول الأحمر، فهذا يضرنا أولا لأننا نتفرق وتذهب ريحنا، ويضرهم لأنهم عند الدول الكبرى يقال لهم الرئيس فلان لم يقل لي هذا، والسيد فلان لم يقل لي هذا، والملك فلان أجابني بهذا، فيصبحون ضحية للتضاربات، ضحية للمزايدات. فإذا خرج العالم الإسلامي من هنا، لا أقول العربي، الإسلامي، إذا خرج هنا بلائحة عمل ولو في نقط قليلة وقصيرة ولكن عميقة مصيبة نافذة للصواب وللأهداف فيما يخص المشكل الفلسطيني، لنا اليقين أننا سنربح الأعوام والسنين، وأن تلك المنطقة بما آتاها الله سبحانه وتعالى من خيرات وما آتاها من علماء وأدمغة ستصبح من المكونات القوية بل الأساسية للمجتمع العالمي. على ضوء لقاء فران، السلبي من الناحية الإسرائيلية، الإيجابي من ناحية المغرب، لأنه اقتحم باب الإسرائيليين وعراهم. مقابلة إفران كأنها فضحت عورتهم أو عوراتهم، كأنه تعراهم من لباسهم، ظهروا في حقيقتهم، وسيصعب عليهم في المستقبل أن يجد اللوبي نتاعهم في أي بلد كان الحطام والحطب الذي يزكي نار الدعاية الإسرائيلية. اللهم إذا وجدها في السباب الذي نتبادله نحن العرب بيننا، هذا هو الذي يغذي النار والقوة الإسرائيلية.